سامي الجابر مدير عام كرة القدم، ألف مبروك، فوز عريض وصفه أسامة هوساوي بأنه ليس فقط 3 نقاط وإنما أكثر 5 عن الشباب وأكثر من 6 نقاط عن الاتحاد. الحمد لله. أول شيء أنا أحمد الله وأشكره على هذه النتيجة اللي جت حقيقة بجهد الجميع، يعني كانضباط اللاعبين، روحهم، إحساسهم. وأنا قلت لك قبل ما في اللقاء الأول إذا اللاعبين حسوا بالأخطاء الشخصية اللي حصلت مباراة الشباب اليوم تفادوها، والحمد لله. هذا لا يعني فوزنا ب5 أنه الاتحاد فقط كان سيء. الاتحاد كان عنده فرصتين الشوط الأول، القائم أعتقد فيها واحدة وفرصة النمري الأول وبعدين القائم أبو شنوان، أعتقد أنها ممكن تغير مجرى اللقاء، لكن هذه هي كرة القدم. لكن احنا في النقيض ان احنا استغلينا فرصنا ولعبنا بتركيز كامل 45 دقيقة، وبين الشوطين كان في تغيير تكتيك تقريبا و45 دقيقة ثانية. مجمل القول أن مباراة أشكر فيها أيضا لاعبين نادي الاتحاد على هذا الروح. مهما كان يبقى الاتحاد فريق كبير، لكن احنا عندنا برضو مشوار. انتهى الجزء الأول، باقي الجزء الأهم اللي هو الدور الثاني. أتمنى ان احنا لا نبعد بعيد، سواء كنا لاعبين او جهاز فني او اداري او جماهير، عن احنا عندنا هدف. الهدف الاول هو احترام الخصم، اي خصم قادم، ان احنا نواصل على هذا المشوار. يعني يمكن ما اخلي اعطيك فرصة تحكي، لكن عندي شيء واحد، اعطيك شيء واحد. لن يستطيع اي فريق بحول الله وقوته بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لن يستطيع اي فريق يهزمنا بالحضور الجماهيري اللي حصل اليوم. قعدنا، يعني أنا رجعت عام 94 و95 بطولة العربية، أي جمهور، أي نادي عنده جمهور بالشكل هذا ويحضر ويتفاعل طوال 90 دقيقة، لا يمكن أن يخذلوا لاعبين، حتى لو أنه اللاعبين مو مركزين حخليهم الجمهور يركزون. أنا عاجز عن الشكر باسمي وباسم اللاعبين والجهاز الإداري والفني والجميع، أنه عاجز عن الشكر لهالجماهير الوفية اللي حضرت اليوم. متأكد أنه المباراة الجاية حكون مو دبل تربل إن شاء الله. اليوم شاهدنا فرق، اللاعبين كلهم سواسية، ولكن كان هناك فرق على مستوى التسجيل. على الأقل تياغو نيفيز يسجل هاتريك وويل هامسون يسجل هدفين. يعني شوف، أنا أعتقد أن اليوم أكبر دليل أن احنا ما عندنا فقط نجم واحد، إذا غاب نجم أو نجمين الفريق تأثر. اليوم عندنا حلول، الحلول تمثلت في تياغو نيفيز وتمثلت في ويل هامسون، ولكن من صنع أيضا ياسر تحرك بشكل إيجابي وكان غير محظوظ في فرصتين، واحدة منها العارضة واحدة منها كان تقريبا غير محظوظ. يعني ما معنى أصح الشلهوب اليوم يلعب أدوار دفاعية وهجومية في نفس الوقت. يعني اليوم الانضباط التكتيكي للرباعي الدفاع يشكر، يعني كل واحد بدك تبوس راسه، لكن أداء الكوري لي كان مثالي للغاية. الجهات اليسار للاتحاد خطيرة جدا. الزوري أيضا لو لاحظنا أبو شروان لم يقدر على الزوري، راح انتقل عند لي وكانت نفس المعادلة. ما أتكلم عن أسامة وماجد لأنه الجميع شاف، ووراهم محمد دايع، لكن برضو أداء. لو شفنا المدرب كيف أنه لما شاف الضغط على رادوي الحالة وفي أحد يستلم من خلف رادوي وهذا سبب أزمة ومشكلة، غير عبد اللطيف الغنام بعد إصابة الفريدي. أخيرا سامي، اللقطة مع مخرجنا، كان لك حديث مع لوسيانو، حديث عتب. أنا لوسيانو يعني كان يتكلم وأنا أقول له بدون ما تتكلم، يعني مو بلازم الكلام، خلاص انتهت المباراة، ولا يعني عتب. حتى لما خلصنا أنا ذهبت إلى كالدوران، ذهبت إلى لوسيانو لاعبي الاتحاد، لأنه هذه كرة قدم وهدفها مو مثلا أنك تفوز في مباراة، يجب أن يستمر الاحترام والتقدير للجميع، انه ما له داعي تتكلم، الكوره انتهت المباراه. هذا بس كل اللي صار بيني وبين سامي. ما دام ذكرت كالديرون، هل نقول اليوم من فاز، جيريتس ولا كالديرون في الاداء على مستوى الملعب بغض النظر عن النتيجه؟ لا شوف، الفوز اليوم النتيجة 5، فاز جيريتس أكيد بنتيجة ومستوى، والتكتيك كان يغلب، لكن في عناصر أيضا في الاتحاد من موجودة. أكيد أن المباراة يعني قرأها جيريتس بشكل أحسن، أحط احتمالات، جميع تقريبا كل الاحتمالات حطها، وزي ما أنا ذكرت لك بعض الاحتمالات قبل المباراة، حط جميع الاحتمالات. يمكن اللي ذكرت لك إياه احتمالين، لكن هناك 3 احتمالات أخرى. لكن فكر وعقل مثل جيريتس، أتمنى أن الجميع يفهم دائما ما يقول، ما يقول يعني شيء مثلا مو عارف وش يبغى يسوي، لكن على العموم نرجع ونحط رجلينا على الأرض. المباراة انتهت الحمد لله ب3 نقاط مهمة وفوز مستحق، وعلى فريق محترم جدا جدا جدا. لا يعني خسارته ب5 أهداف انه فريق، لكن اليوم احنا كنا الافضل، استغلينا فرصنا، لعبنا بتكتيك، انضبطنا تكتيكيا، سمعنا ايش يقول جيريتس، نفذ اللاعب ونطبق. انا اعتقد ان الجميع ساهم اليوم في الفوز بهذه النتيجة الكبيرة. شكرا.